خير. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل الزاهي بالبيت، بسيطة وما تكلف، ومن صابون. عندش البقايا مال الصابون اللي بالبيت، وصابونة أم الربع، وهاي عندي صابونة الطور همتين ريحة كلش طيبة ريحتها، وعندي بقايا مال الصابون همتين بالحمام ملونة لميتهن. هاي عندي هنا الأطفال دي برشولياهن، وعندي هنا جذر بمي حار 8 قلاصات غلي من الطباخ غلى وجبته. شوفوا دا يطلع من عند البخار، خلطته جانست حيل المواد. يعني شلون الصابون عندي تقريبا ذاب، مو كلش، تقريبا. نوب أعوفه أتركه، ورا ما أخلطه أتركه يبرد. وبعد ما برد بنات شوفوا رحت له، شوفوا ايش لقيته، ما شاء الله صاير كلش ثخين. رجعت درت له قلاصين مي بارد من البوري، وظليت اخلط اخلط اخلط، وكل ما اريد اشوفه ثخين ارجع اخلط عادي. ايش راح اخلي هسه هنا؟ خاشوقتين ملح، لازم خاشوقتين ملح اخلي واخلطهن، واربع خواشيق سكر 4 خواشيق اخلي واخلط اخلي واخلط. ليش؟ دن ايش راح يسوون؟ دن راح يتفاعلن ويا الصابون، وراح يطلنا رغوة ومادة حافظة، والشكر راح يعطي رغوة تخبل هي والملح، ومواد حافظة. يعني ايش قد ما يبقى عندك يبقى، وراح ايش قد يطول عندكم تستخدمونه. استخدموه لغسل المواعين، للجداري، خلوه ويا الملابس البيضة. شوفوا عندنا هذا زاهي طوري، راح اخذ من عنده قلاص كامل اخليه، او اي زاهي عندكم، هذا ابو الالف، اخليه فوقها واخلط اخلط 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 من حد ما يتجانس. يعني بنات كلش يخبل باع الرغوة صارت. يعني شوفوا شلون صار، شوفوا ملمسه كله ذاب، الصابون اللي عندي كله ذاب، والزاهي اختلط وياه. يعني هذا يبقى بنات عندكم فترة طويلة، يبقى عندكم يعني فترة طويلة عندكم تستفادون منه. هاي بقى راح اجرب قدامكم، اخلي زاهي على الجلافة. شوفوا اشوفكم الوقفة. والله بنات يعني هو على بنات يقولون الزاهي رخيص ما ادري شنو، ليش تسوين؟ اول شيء بتبقى عندنا بقايا مال صابون زايده، وهم حلو التوفير مرات. وانا عندي حاله نفسيه مال صابون، احب اسوي هيك الصابون، يعني عندي متعه من اسويه هيك. فشوفوا بنات الرغوه ما شاء الله، يعني كلش حلوه، نغسل بيه جداري والاواني. والى اللقاء، ان شاء الله تستفاد.